النهارده بقى ان شاء الله جايبه لكم معايا هديه جميله، كوكيز الشوفان. حاجه كده في منتهى الجمال، تشوينج يعني بناكله بنقعد نمضغ فيه كتير كتير. وطبعا دي حاجه مهمه جدا عشان المخ يتنبه ان في اكل داخله. طعمه حلو قوي قوي، المكونات كلها صحيه، مفيهوش بقى لا دقيق ابيض ولا اي حاجه ممكن تعلي معانا السعرات ولا تتخن ولا اي حاجه. وطعمه حلو قوي، بصوا الالياف باينه ازاي، اخر لذاذه واخر جمال. عايزين تعرفوا عملته ازاي؟ اعملوا لايك ويلا بينا على الطريقه حالا. اول حاجه هيكون عندي حوالي كوبايه ونص من الشوفان. عندي كوبايه كامله من الشوفان، حبه كامله، وعليها معلقه صغيره من القرفه، طبعا دي اختياري، وعندي نص كوبايه من دقيق الشوفان. يبقى كده عندي كوبايه ونص بالظبط. وعندي معلقتين صغيرين زبده غير مملحه او اي نوع ماده دهنيه تفضلوه، والزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. وعندي معلقتين صغيرين من الشوكليت شيبس الدارك طبعا، وعندي معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، وعندي معلقتين برضو صغيرين من الكاكاو الغير محلى بيكون طعمه كويس، وطبعا ده اختياري برضو. وعندي كمان حوالي موزايه ونص مستويين قوي، وعندي بيضايه وسكر دايت او عسل، اي تحليه تفضلوها، وطبعا فانيليا. اول حاجه هجيب بوله وانزل فيها بالموز. الموز مرهق كده ليه يا رضوى؟ عشان ده موز مجمد، انا بشيله في الفريزر لما يكون عندي كميه كبيره. هجيب الموز وهرسه بالمنظر ده، ممكن موزايه واحده مفيش مشكله. ودي المقادير قدامكم اهي، خدوها سكرين شوت كما تعودتوا عشان يبقى كل حاجه واضحه قدامكم. هارس بقى الموز كويس قوي قوي لغايه ما يوصل معايا بالمنظر ده، وانزل عليه بالبضايه عشان برضو نعلي بروتين. والفانيليا حطوا اي حاجه، لو مش عايزين تحطوا فانيليا ممكن تحطوا بشر برتقان، بشر ليمون، على حسب ما انتوا عاوزين. ونقلب بقى كل القمر ده كده مع بعضه. بصوا شكله من دلوقتي يجنن، ريحه ملهاش حل. وانزل عليها بالزبده الغير مملحه، طبعا ممكن نستبدلها بزيت جوز هند، ممكن سمنه بلدي مفيش مشكله، زيت مثلا نباتي براحتكم زي ما انتوا تحبوا، بس يفضل ما نستخدمش زيت الزيتون عشان هغير طعم الوصفه ويخليها مش لذيذ. هنقلب بقى كده كله على بعضه بالمنظر ده، وبعدين انزل بكوبايه الشوفان الحبه الكامله، ومعاهم كمان معلقه القرفه، ونقلب الوصفه. هنا معانا كل حاجه بننزلها بنقلبها اول باول بالشكل ده. وهنزل كمان بنص كوبايه دقيق شوفان. دقيق الشوفان ده انا بعمله في البيت، بجيب شوفان حبه كامله عادي وبطحنه في المطحنه بتاعه التوابل، بيبقى معايا في منتهى الجمال واضمن كمان. وهنزل بقى عندي هنا بالكاكاو الغير محلى، طبعا زي ما قلت لكم لازم يكون نوع نظيف ويكون طعمه حلو عشان ما يبوظناش الوصفه كلها لا قدر الله يعني. وابتدي اقلب بالمنظر ده. بصوا كده معايا ابتدت العجينه تتشكل معايا. الموضوع سهل ولذيذ على فكره، مش هنحط اي بقى لا حليب ولا ميه ولا اي حاجه خالص، فاهمين الفكره؟ وبعدين هنزل بمعلقه الصغيره من البيكنج باودر المليانه. البيكنج باودر لازم يكون اخر حاجه عشان خاطر يعني البيكنج باودر مش بيحتاج ان احنا نقلب فيه كتير، فاهمين الفكره؟ وهنزل بقى بالسكر الدايت او العسل، او ممكن يعني اعتمد على السكر الموجود معايا في الموز والشوكليت شيبس. على فكره الشوكليت شيبس دي دارك، لو عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتس انتوا عايزينها، وانا عملت قبل كده معاكم طريقه الدارك شوكليت، لو عايزين الطريقه هتلاقوها ان شاء الله في صندوق الوصف. هنقلب بقى كل المنظر القمر ده واسيبه في التلاجة يمكن حوالي نص ساعه في الفريزر كده، بس تجمد معايا شويه عشان اقدر ان انا اشكلها بمنتهى السهوله، متبقاش ملزقه جامد في ايدي، فاهمين الفكره؟ هجيب بقى صينيه الفرن اكون دهناها، احط عليها ورق زبده، بس ورق زبده مش هدهنه عشان هكتفي بس بالزبده او الدهون اللي موجوده معايا في الوصفه عشان ما اعليش سعرات، على حسب ما انتوا عاوزين. واخد بقى اعمل الكوكي على حسب ما انا عاوزاها، كبيره صغيره وسط زي ما تحبوا. هكورها واحطها بالمنظر ده، وهعمل تاني وتالت لغايه ما اخلص الكميه كلها معايا. عملت معايا حوالي يمكن 13 واحده، وده رقم لا بأس به، وطبعا مشبعه جدا 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 بالشكل ده. خلصت كل الكميه. هعمل ايه؟ هجيب بقى بظهر الاسباتولا كده او ظهر كوبايه او اي حاجه، وابلها بس بله كده بسيطه، وبعدين ابتدي ابطط الكوكيز بالمنظر القمر ده. انتوا عارفين كوكيز زي ده كده بره ممكن يبقى بكام؟ بمبالغ طائله، لانه صحي 100%. هبطط بقى كل الكميه اللي معايا بالمنظر القمر ده، وفي الوقت ده اكون مسخنه الفرن على اعلى درجه. واول ما احط الكوكيز في الفرن هقلل درجه مثلا يعني 180 170 على حسب الفرن عندكم، وبالظبط 10 دقايق ويكون مستوي معايا. اول ما ياخد لون معايا من تحت هطفي عليه النار،
وبعدين هشغل عليه الشوايه بس دقيقه عشان الشوكليت اللي فوق دي تسيح وتدوب كده وتبقى قمر. هوريكم شكلها في الفرن دلوقتي. بصوا بالمنظر القمر ده، مش قادره اوصف لكم شكلها حلو وريحتها حلوه قوي. القرفه والموز عاملين شغل عالي، شغل فاخر من الاخر. اظن استاهل 100 لايك على الفيديو الجميل ده. بصوا ده شكلها بعد ما طلعت، مش هقرب منها طبعا خالص الا لما تهدى تماما وبعدين نقدمها ونستمتع بيها. نقرب ونشوف احلى تفاصيل. شفتوا قد ايه جميل وشكلها حلو بجد، حلو قوي، مبهجه جدا. بناتي فرحوا بيها قوي قوي ومش مصدقين دي دايت خالص. بنتي الكبيره قالت لي يا ماما دي بتقعد كتير، يعني بقعد انضخ فيها كتير ودي حاجه حلوه بتشبع قوي قوي وريحتها طبعا تجنن. بصوا بقى افتح لكم واحده كده مع بعضينا ونشوف بقى المنظر قد ايه حلو جدا مغري بجد. مش عارفه اقول ايه، بجد حلوه جدا جدا جدا. جربوها وقولوا رايكم، بجد هتعجبكم قوي. واحلى حاجه في الموضوع ان هي حاجه سويتي، لان في ناس بتبقى ضعيفه قوي قدام الحلويات. كتبوا لي في التعليقات ان هم مش عارفين يعملوا ايه في موضوع الحلويات دي. الحاجه الوحيده اللي مخليهم مش عارفين يلتزموا في الدايت. الدايت حلو اهو، في كل حاجات حلوه كتير، بس احنا زي ما قلت لكم لازم نعمل كل حاجه بطريقه هيلثي. جماعه الحياه الهيلثي لايف ستايل بجد حلو قوي، ان الواحد يبقى يعني اكله صحي وكل حاجه عنده صحيه، بجد حلوه قوي. ما تقلش عن اللي بتخن اي حاجه، بس دي مشبعه وفي نفس ذات الوقت الواحد ياكلها مبقاش حاسس بالذنب. التانية لازم ناكل مثلا 10 15 واحده عشان نحس احنا شبعنا، لكن صدقوني والله دي واحده او باتنين بالكتير ويبقى كاننا اكلنا خروف زي ما بيقولوا. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا. انا مش عارفه اتكلم من حلاوه الكوكيز دي، انتوا احلى كمان منها. بحبكم جدا يا احلى عائله سكر دايت. سلام.